تعال احكي لك حدوتة غير منطقية تماما ليها علاقة بكرة القدم، ازاي ال AI عمل مشكلة كبيرة جدا جدا وخطورة الذكاء الاصطناعي لما بيستخدم بطريقة غير مدروسة على الإطلاق. في نهاية الدوري الروسي الموسم اللي فات، خصوصا نادي سوتشي الروسي في الدوري الروسي المحترفين، مدربه روبرت مورينو الأسباني بيعمل خطة في منتهى الذكاء والحنكة والغباء اللي هبطت ناديه للدرجة التانية. في 6 شهور فقط المدرب الأسباني روبرت مورينو بيخش على إدارة سوتشي الروسي وبيقول لهم أنا عملت لكم خطة تدريبية كبيرة مبنية على عالم الذكاء الاصطناعي ال AI. طبعا إدارة سوتشي الروسي رحبت جدا بالفكرة وقالت إن في أندية كبيرة جدا جدا شغالة على تحليل أداء اللعيبة من خلال الذكاء الاصطناعي زي مانشستر سيتي زي برشلونة، فاحنا ممكن نتنقل النقلة دي ويخلي فيه تطور للعيبتنا من غير ما نشتري لعيبة جديدة. الباشا راح عمل خطة تدريبية بدنية للعيبة بتاعته يمشوا عليها لمدة 6 شهور. دخل على اللعيبة وقال لهم هي دي الخطة اللي أنا عملتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة هنعملها كل واحد فيكو هيفضل صاحي وسهران لمدة 28 ساعة. اللعيبة الأول اعترضت وقالت هو ازاي يحصل حاجة زي كده، وفي بني آدم بيفضل صاحي 28 ساعة؟ يعني يوم و4 ساعات إضافية. هفضل صاحي يوم كامل 24 ساعة معاهم 4 ساعات إضافية، والمطلوب مني إن أنا خلال 28 ساعة دول أنفذ برنامج تدريبي؟ ده المفروض تحصل. وما تعرضش كلامي، أنا المدرب هنا. واللي حصل كالآتي: اللعيبة مستواها البدني انخفض تماما 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 لمدة 6 شهور. بيصحوا لمدة 28 ساعة، بيناموا 4 ساعات بس، يصحوا 28 ساعة، يناموا 4 ساعات بس، مع كمان استخدام قياس المراقبة للعيبة، الشرائح الإلكترونية اللي هي بتقيس مدى جدية اللعيبة وهل هم محافظين على البرنامج الرياضي ولا لا. يعني الراجل كان مراقبهم كده كده. هتتجاب يعني هتتجاب، لو ما مشيتش على البرنامج اللي انا حطيته ده هتتجاب يعني هتتجاب. وإدارة سوتشي الروسي مش قادرة تعترض لأن ده المدرب ليه الحق في كل شيء، واحنا لينا بالنتائج في نهاية الموسم. في 6 شهور قدر روبرت مورينو ان يهبط نادي سوتشي الروسي للدرجة التانية بعد ما اللعيبة بدنيا وقعت تماما تماما وخسروا كل المباريات بسبب ذكاء وحنكة وغباء روبرت مورينو اللي ضيعت النادي. هنا السؤال: هل يا ترى الذكاء الاصطناعي والاي اي ممكن لما ندخله من غير حساب او بعند شديد ومن غير ما ندخل رأينا البشري او دراستنا البشرية اللي احنا متعودين عليها، هل ممكن الذكاء الاصطناعي او الاي اي يضيع الدنيا خالص؟ هنشوف. هديك مثال تاني: دمج ما بين الاي اي والعنصر البشري عندنا هنا في الكرة المصرية. الموسم اللي فات عندك في الكرة المصرية الدوري المصري، رابطة الأندية المصرية اعتمدت قرعة الدوري المصري عن طريق الاي اي. الدور الثاني في شهر رمضان الكريم السنة اللي فاتت، صحينا من النوم يوم السبت أثناء السحور، رابطة الأندية نزلت لنا قرعة الدور الثاني فجأة وقالت لنا إن مباراة الأهلي والزمالك، مباراة القمة المصرية التاريخية، الكلاسيكو الأفريقي ومن ضمن أحسن 11 كلاسيكو في العالم، الأهلي والزمالك هيقابلوا بعض يوم الثلاث وإحنا في صباح يوم السبت. يعني عندك يوم الحد ويوم الاثنين بس فرق ما بين المباراتين. الجماهير اعترضت، الناديين كانوا متغاظين من فكرة طب انا هحضر، يعني انا كزمالك هحضر الاهلي في يومين، انا كاهلي هحضر للزمالك في يومين، هل ده منطقي؟ وحصل بقى مشكلة ان احنا عايزين حكام اجانب، لا احنا مش عايزين حكام اجانب، طب انا هروح الماتش، طب انا هنسحب من الماتش. وحصل انسحاب من النادي الاهلي واعتبر الزمالك كسبان 3-0 والدنيا باظت خالص، وفي اعلانات وغرامات كبيرة عن النادي الاهلي، واعلانات كانت المفروض تحصل لان احنا في شهر رمضان. هل تدخل العنصر البشري هنا كان مقصود بفكرة ان
ان الماتش ده يتلعب في رمضان استغلالا لفكرة عقود الرعاية والاعلانات، ولازم يلحقوا قبل رمضان يخلص يلعب الاهلي والزمالك مع بعض؟ هل كانت هي دي النتيجة ولا لا؟ ودينا زي ما شفنا حالة من الفوضى معرفش يسيطر عليها رابطة الأندية ولا النادي الأهلي ولا نادي الزمالك ولا حتى نادي بيراميدز اللي بيقول الدوري ده من حقي بسبب المباراة دي، إن الأهلي المفروض يتخصم منه 6 نقط. طيب على الجانب الآخر بنلاقي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي إيه؟ وهي إن في أندية كبيرة زي ما أنا قلت لكم زي مانشستر سيتي وبرشلونة بيعتمدوا على ال AI في تحليل بيانات اللعيبة وتحليل الأهداف وتحليل الأداء. لكن نقف هنا يا صديقي وقفة بسيطة جدا جدا جدا. برشلونة ومانشستر سيتي بيعتمدوا إن اللي هيطلبوا المدرب داخل الملعب وداخل التدريب الارقام اللي هتطلع من الاي اي اللي ليها علاقه باداء اللاعب داخل الملعب او اداء التدريب مبنيه على تمرين حطه اوريدي المدرب والمساعدين بتوعه. يعني انا محتاج نتائج، يعني مش محتاج اوامر انا اديها للاعبين، انا محتاج مجرد نتائج وابني على النتائج دي ازاي اتعامل مع لعيبتي وازاي اعمل لهم برنامج شامل ليه علاقة بكرة القدم، سواء تحليل بيانات او ازاي يعدلوا من السلوك او يعدلوا من مستواهم داخل الملعب. ال AI الذكاء الاصطناعي ليه شكل تاني مهم جدا ومفيد في التحكيم. طبعا احنا عارفين ان التحكيم عنصر بشري، طبعا نسبة الاخطاء فيه عمالة تتزايد يوم بعد يوم، ولكن الفار تقنية ال VAR وهي تقنية الفيديو اللي هي بتساعد الحكم دايما على انه يصلح غلطاته، اكتشفت ان في ناس ممكن كانت تهبط درجات تانية بسبب الفيديو اسيستنت ريفري، بسبب الفار. في أندية يا جماعة كانت ممكن تهبط دوري درجة تانية بسبب مساعدة الحكام ليها، بسبب اني ما كانش فيه تقنية الفار. فتقنية الفار بقت لنا حاجات كتير قوي. دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيعمل أدق تفاصيل اللاعب داخل الملعب، مع كمان استخدام تعديل الأوفسايد الجديد اللي هيتم، اللي عمله أرسن فينجر أو اقترحه أرسن فينجر على الفيفا، واحنا اتكلمنا عنه في فيديو شورت قبل كده. فالذكاء الاصطناعي هنا عين 10 مهمة جدا في التحكيم العالمي لكرة القدم، وبصراحة أظهر مساعدات كبيرة جدا جدا جدا. بس برضو اللي أنا بتكلم عليه إن ال AI في اللحظة دي هو اللي مش بيلعب الكورة، لا، أنت بتلعب الكورة وهو بيلقط، الكاميرا بتلقط والجرافيك بيظبط الدنيا، وال AI هو اللي بيعدل لك كل النقط اللي تخلي الجمهور يتابع ويشوف الخطأ بعينه حرف حرف أو ستيب باي ستيب. فهنا نقدر نقول إن برضو ال AI استخدامه الجيد مبني على استخدام العنصر البشري الأول. باختصار شديد في نهاية الحلقة نقدر نقول إن لو أنت اعتمدت على ال AI في حياتك الكروية أو حياتك الرياضية أو حياتك عامة بشكل عام، هتخيش تخيشة وحشة جدا. ودي وجهة نظري ودي وجهة نظر ناس كتير جدا. لكن لو أنت اعتمدت على ال AI بناء على نقط أنت قلتها له، او انت وديت له معلومات وهو مثلا هيحلل هذه المعلومات، فبنسبة كبيرة نسبة النجاح هتكون صحيحة. مش هقولك نسبة 50 ولا 60 ولا 70، بس في نسبة كبيرة هتكون صحيحة بناء على تصرفاتك انت الشخصية، سواء في حياتك العملية او كرة القدم. في الاول والاخر يا جماعة ال AI هو اختراع بشري صرف، ففي الاول والاخر هو مش هيبقى زي مخ البني آدم ولا هيبقى زي إبداع البني آدم. هو متجمع من أدمغة بني آدمين كتيرة جدا 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 جدا، والمطلوب منها إن هي تحلل، مطلوب منها إن هي تحل مشاكلنا. هل ده يلغي العقل البشري الوحيد؟ يعني أنا مصطفى هل أنا كده أعتمد على AI في حياتي بس؟ من وجهة نظري ما ينفعش. في حاجات تقدر تستخدم فيها ال AI في حياتك، وفي حاجات ما ينفعش تماما تماما تماما.
لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتشوفوا كل الفيديوهات القديمة. كان معاكم مصطفى الداري في قناة نادي الكادرات. سلام.